عاطف سليم من كفر الشوبك، مركز شبيل القناطر. انا منجد بلدي، بتاع ستاير، بتاع مراتب، مخدات، لحفه. بس طبعا الحاجات دي انقرضت شويه، ما بقتش زي زمان. كنا الاول طبعا بنشتغل، كان بيبقى معايا خمسة ستة صناعيه هنا. دلوقتي لما الشغلانه المراتب السفنج جت فعطلتنا شويه، ما بقتش زي زمان. الاول كان في كنب وكنا بنشتغل، كان بالعروسه بتعمل كنب ومراتب والحفه. طبعا الحاجات ديت لما ظهر الانترهات وقفت شويه الكنب. طبعا احنا فلاحين واخدين على شغل الكنب والحاجات بتاعت زمان دي. جاء البطاطين الاخرى راحت معطله على اللحفه شويه، وجت طبعا الشغل كان زمان كنا احنا لما بنروح عروسه كان بيبقى فيها نقوط ويبقى فيها فرحه وبهجه. دلوقتي ما بقتش فيها البهجه، بقى كله جاهز. واحنا بقى يعني بالنسبه للشغل بتاعنا اللي عنده حاجات قديمه بنشتغلها دلوقتي، انما شغل عرايس وشغل تجهيزات زي زمان قلت خالص. احنا كنا زمان ما بنقعدش في الايام العيد. ايام العيد دي كانت كلها بالنسبه لنا شغل. كنا نقعد بعد العيد باسبوع كده ولا حاجه. احنا كنا الاول بنطلع من بيت لبيت، ما كناش نروح بيوتنا. ايام ما كانت الصنعه صنعه يعني، وكان فيها يعني الدنيا كانت مليانه خير، فكنا ما بنروحش. نيجي الساعه 2 بالليل، الساعه 7 الصبح ناخد بعضنا ونطلع على الشغل تاني، وساعات نبيت عند الناس. والله كنا بنبيت عند الزبون من كتر الشغل، انما دلوقتي ما بقاش. وانا ما طلعتش ان انا منجد كده على طول، ده انا عشان ان انا مثلا امسك الابره اقعد لي سنه ونص. الاول طبعا بلضم لهم ابر واجهزهم واشوف العده والحاجات دي كلها، انما بعد سنه ونص كده ابدا امسك الابره واشتغل معاه واحده واحده، يعلمنا على ضربه الابره ازاي والتعبيه بتاعه القطن. الاول طبعا بنبدا ان احنا بننكت قطن، الصبيان ينكتوا قطن. الاول القوس ده خشب قرو، الوتر بتاعه ده لا مؤاخذه مسارين معيز، وبيتحنط وبيتفتل زي الكتان بتاع زمان كده. طبعا كان اساس الاول. دلوقتي طبعا جت المكنه لغاته شويه، لان طبعا المكنه اسرع، انما ده في القطن حلو، بيحيي القطن. الصناعيه بقت تقل، ما بقتش زي زمان. كل واحد النهارده الصنعه لما قلت بدات الصناعيه كل واحد يشوف حاله من يمه تانيه، ما بقتش زي زمان. كنا الاول بنروح البيت 10 15 صنايعي، دلوقتي لو بتدور على صنايعي ما تلاقوهوش. من يم التقاليد البلد احنا كلنا مترابطين، يعني احنا دايما القريه دايما تلاقيها برضك فيها الترابط مع بعضها، وفي حب موجود. طبعا قلت شويه لعامل الزمن بس موجوده برضك، موجوده ان احنا بنتزاور، بنود بعض، بنحب بعض برضك. في مناسبه بنروح نوجب مع بعض ونقف مع بعض. في اي حاجه لا قدر الله برضك بنقف مع بعض. فرح تلاقي الدنيا كلها واقفه معاك، لا قدر الله حاجه تانية برضك بتلاقي الدنيا كلها واقفه وياك. مباني، اي حاجه تلاقيها برضك، لان احنا كلنا نسايب. اذا ما كناش اهل يبقى نسايب، يبقى جيران، يبقى كلنا كده البلد صغيره، ومع ذلك برضك كلها مترابطه مع بعض الحمد لله.
يوم العيد يبدأ بصلاة العيد، واللي عنده ضحية بيضحي. بعد ما بيفرق ضحيته بيتزاوروا، بيعيدوا على بعض. طبعا إذا كان في حنة بقى آخر النهار بنروح نعمل بنقعد في الحنة ونوجب معاهم. والله القرية بقت كويسة برضك، ما بقتش زي زمان يعني بقت كله برضك، كل الناس بقت برضك بتعمل الجديد، لأن كل حاجة بقت مفتوحة شوية، ما بقتش زي زمان. كنا الأول العروسة كان في حاجة اسمها بلتكانة بتتحط على السرير، دي كانت هي بقى اللي هي نظام الستاير دلوقتي، بس كانت الأول اسمها بلتكانة، دي كانت بتتحط في أوضة النوم. دلوقتي ما شاء الله دلوقتي بقت الشقة كلها ستاير وحاجات من دي، فبقت تتعمل الحاجات دي دلوقتي، واحنا شغالين فيها برضه. تعالى انت هات مرتبه فايبر تنام عليها في الصيف تلاقي لا مؤاخذه الدنيا كلها نار، انما القطن بيتعامل مع الجو، لو في حر بيديك رطوبه القطن لا، القطن صحي كمان. المهنه دي علمتني الصبر، وفي نفس الوقت برضك احترام الناس واحترام البيوت، دي اهم حاجه. وازاي برضك بنجيب الفلوس بعرق وتعب، فلازم تحافظ على البيت وبرضك تتكلم مع الناس كويس، عشان برضك معلش ان انت في السوق لازم تحترم الناس عشان الناس تحترمك وتجيبك للشغل. حكمة الزمن ان لازم تكون تدي الحاجة حقها وتحترم الناس. لو احترمت الناس، الناس هتحترمك وتحب المهنة اللي انت فيها. أتمنى كل خير وربنا يدوم علينا الأمان الأول. الأمان، لو في أمان بقى في كل حاجة كويسة.